تخيلوا معايا يا خوتي في عسر العشرية السوداء وكانوا الناس يخرجوا من ديارهم وما يعرفوش واش راه يستنى فيهم في الطريق. رجل جزائري وقفوا جماعة مسلحة في حاجز أمني ويبداو يحقوا معاه بسبب الدخان والجرائد اللي كانت ممنوعة في هذاك الوقت، وكل شيء كان يشير بلي النهاية تاعو راهي قربت. ولا هنا الوجه تاعو صفار ونشوف من كثرة الخوف، وقال في قلبه صاي راهي لحقت الساعة تاعي. ولكن فجأة يجي واحد من بين الجماعات المسلحة ويشوفه مليح مليح حتى يتعرف عليه. ولا هنا تبدأ المفاجأة الكبرى اللي ما كان حتى واحد يتوقعها. قبل شهور هذا الرجل كان داخل المسجد باش يصلي صلاة تاع الفجر، وسمع واحد الشاب صغير يقرأ في القرآن، ولكن الصوت تاعو عجبه بزاف. ولا هنا قرر يدير معاه معروف بسيط، وما كانش يعرف بلي هذيك الحسنة الصغيرة غادي ترجع له في يوم من الأيام وتنقذ الحياة تاعو من الموت. والأغرب من الشيء هذا كامل أن الشاب اللي ساعده ما كان شخص عادي، بل كان هو الأمير تاع الجماعة المسلحة في هذه المنطقة. كيفاش معروف صغير داروا هذا الأب لوجه الله قلب موقف كان قادر ينهي الحياة تاعو. وخليكم معايا حتى النهاية وسمعوا القصة حتى التالي. قصة من قلب العشرية السوداء تثبت بلي الخير اللي تديره اليوم ممكن يرجع لك في الوقت اللي ما توقعوش أبدا. يقول صاحب القصة: السلام عليكم، معكم الأخ أمين من الجزائر العاصمة. الآن راه في عمري 42 سنة ونعقل على أمور كثيرة تخص العشرية السوداء. وحنا بكري كنا نسكنوا في ولاية البليدة، وبالضبط في بلدية بوقرة اللي يسموها الرفيقو، اللي عانت بزاف في وقت العشرية السوداء. المهم حنايا كنا ساكنين في حي يسمى حي 630 مسكن، وكانوا يسموه في هذاك الوقت حي الباطوار. وكان قدامنا واحد الوادي يسموه وادي الحامول، ومورانا كاينه غابه يسموها غابه المربوني. وفي الجهه الغربيه كاين حي يسمى حي 350 مسكن. وكما كان الحال الارهاب الجبان كان يدور في النهار، وكان يديروا المجازر يوميا. وحنايا في هذاك الوقت كنا عائله صغيره متكونه من الاب والام. امي عندها عامين ونص ملي توفات، ونتمنى ان شاء الله تدعو لها بالرحمه والمغفره. وعندي اخ واخت كبار عليا، وانا هو الصغير في الدار. وبابا كان يخدم في شركه وطنيه في مجال الهندسه المعماريه، وكان يعني اطار سامي فيها. وهذيك الشركه كانت تتعامل مع الجيش الوطني الشعبي، وبابا شخصيا كان يتعامل مع الجيش في مجال الهندسه والدراسات. المهم في يوم من الايام بابا ربي يحفظه كان رايح باش يصلي الصلاه تاع الفجر، باش من بعد يروح ديريكت للخدمه تاعو. وبابا كان انسان مداوم على الصلاه في المسجد. راكم عارفين كيفاش كانت الظروف في هذاك الوقت. كما كان الحال بابا دخل المسجد باش يصلي، وكي دخل لقى واحد الشاب يقرا في القران الكريم. ولتم بابا تخلع في الصوت تاعو لانه كان شباب ربي يبارك. المهم بابا كمل الصلاه تاعو وخرج من المسجد، وكي خرج دخل لوحده بيرو طابة باش يشري الدخان، لانه في هذاك الوقت كان يتكيف النسيم. وفي نفس الوقت الصوت تاع هذاك الشاب اللي كان يقرا في القران قاعد غير في راسه. وكي خزر في الحانوت شاف كتاب تاع قران، والحجم تاعو كان صغير. المهم شراه، وكي شراه راح للسياره وحط فيه الدخان. ومن بعد دخل لهذاك المسجد وراح عند هذاك الشاب اللي كان مازال يقرا في القران الكريم، وقال له: السلام عليكم، اسمح لي خويا، الصوت تاعك راه عجبني بزاف، وماذا بيك تقبل مني هذه الهدية الصغيرة وقعد تقرا في الدار، لأنه الحالة ما راهيش مليحة وراك تشوف. المهم هذاك الشاب شكره وقال له: بارك الله فيك على النصيحة تاعك يا خويا. المهم فاتوا الأيام وفاتوا الشهور، وفي واحد النهار بابا كان مولي للدار بعد ما كمل الخدمة تاعو، وكان داخل البقرة على واد الحي يسمى اللوزات حتى تلقى بفبراج. المهم واش نحكيكم يا خوتي، الوثائق تاع العمل كانوا في السيارة، ورائحات السجائر كانت حية كبيرة، وزيد لها الجرائد اللي كانوا ممنوعين من طرف الجماعات الإرهابية في هذاك الوقت. المهم حبسوا الأول وقالوا زير، وقالوا: السلام عليكم، منين جيت وين راك رايح؟ وديجا انت ما تحشمش وراك تكيف الدخان واحد الطاغوت. وزيد بزيادة الجرائد اللي رانا مانعينها راهي عندك، وديجا نتايا تصلي ولا ما
يصليش. وبابا في هذاك الوقت وجهه قاع صفر ونشف، وقال صاي راهي لحقت الساعة تاعي. حتى جا واحد السيد وقال لهم السلام عليكم، ودار ليه الإرهابي الآخر وقال له هذا واش لقيتو عنده، وقال له كاين عنده ريحة الدخان والجرائد ممنوعة، وراني سقسيتو على الصلاة ولكن كاع ما جاوبنيش. والإرهابي الثاني قال للبابا السلام عليكم عمي راك بخير، وقيل مراكش عاقل عليا. لهنا الأب تاعي استغرب وقال له والله ما قتلك يا خويا. قال له يا عمي أنا اللي هديتني هذاك المصحف في المسجد الفلاني، وزيد بالزيادة في الصلاة تاع الفجر. ودار الإرهابي وقال له هذا الإنسان جميع صلواته في المسجد، وأنا راني شاهد عليه، وهو اللي هداني هذاك المصحف وخاف عليا كاش ما يصرالي، وقال لي تقدر تروح لداركم. المهم من بعد بابا قال له انا الصح عجبني الصوت تاعك بزاف وما خفت عليك، ولكن انا هذا الشيء درته لوجه ربي سبحانه. وقال له يا عمي انا هو الامير تاع المنطقه وراني عقلت عليك وعقلت على السياره تاعك، وديجا كي خرجت من وراك في هذاك المسجد، واليوم كي شفتك في الفوبار جهرة تفكرتك وجيت عندك مباشره. المهم تقدر تروح وما تزيدش تفوت من هذا الطريق، وكيما صحتي انت راني نصحتك. المهم بابا غير قلع رجعت له الروح وكتب له ربي سبحانه وحياة جديدة، والإنسان اللي يدير الخير في وجه ربي سبحانه غادي يفرج عليه. وفي الأخير خوتي هذه القصة ماشي غير قصة نجاة برك من المواقف اللي كان يقدر ينتهي بطريقة مأساوية، وإنما فيها عبرة كبيرة بالبزاف. الأب ما كانش يعرف بلي المصحف الصغير اللي شراه والكلمة الطيبة اللي قالها لهذاك الشاب راح يكون سبب في إنقاذ حياته بعد شهور. هو دار الخير لوجه الله سبحانه وما كانش يستنى لا مقابل ولا شكر، ولكن الله تعالى الخير مرات يرجعوا لصاحبه من بلاصة أخرى ومن الشخص قاع ما يقدرش على باله. ولهنا نتعلموا بالإنسان ما يحتقر حتى عمل خير مهما كان صغير. كلمة طيبة مساعدة نصيحة ولا موقف إنساني ممكن يكونوا عنده أثر كبير في حياة إنسان آخر. وربي سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ربي يرحم جميع اللي فقدناهم في سنوات العشرية السوداء، ويرزق أهلهم بالصبر، ويحفظ بلادنا وشعبنا من كل شر. وإذا عجبتكم القصة تاعنا اليوم ما تنساش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وخلونا رأيكم في التعليقات واش العبرة اللي خرجتوا بها من هذه القصة. ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله. دمتم بخير وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.